السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي ومتابعيني في كل مكان، أتمنى يا رب تكونوا بخير وسعادة. في الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل مع بعض البسبوسة المبسوسة القمر اللي احنا شايفينها، وهنعرف ازاي وصلنا للنتيجة التحفة اللي قدامنا. طبعا الصورة بتتكلم عن جمال البسبوسة، شايفين اللون الذهبي الجميل، وكمان هنشوف دلوقتي البسبوسة من جوه مرملة وقمر. النهارده عامله لكم البسبوسه في مقادير صاج 30 في 40، وده لو انت بتشتغلي اوردرات وبتخرجي اوردرات. وهقول لك برضو ان شاء الله في فيديو تاني لو انت عايزه تعملي بسبوسه في مقاس الصواني البيت العاديه. شايفين قد ايه البسبوسه قمر وجميله ومرمله جدا من جوه، واخده اللون الذهبي الجميل اللي احنا شايفينه، والشربات بتاعها مظبوط جدا جدا، وطعمها بجد بجد تحفه قوي قوي قوي. طيب علشان نعمل البسبوسة دي عملناها ازاي؟ تابع معايا الفيديو للآخر. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما ننساش نسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه. اول حاجه عندي الصاج بتاعي مقاس 30 في 40. بجيب الصاج كده وببدا ان انا ادهنه كويس جدا بالسمنه، ولو انت كمان عايزه تدهنيه طحينه برضو بيبقى نتيجته حلوه. انا هنا دهناه طبعا زي ما احنا شايفين بالسمنه. عندي 750 جرام من دقيق السيمولينا، ولازم يبقى عندك دقيق سيمولينا ناعم. بنزل عليهم بثلاث معالق كبار من جوز الهند، وده اختياري، لو عايزه تستغني عنهم براحتك، لو مش بتحبي نكهه جوز الهند براحتك. بقلب المكونات الجافة زي ما احنا شايفين كده في الأول مع بعض، وبسيبهم كده على جنب. بجيب بعد كده هوت معايا حلة ونازلة فيها بثلاث معالق كبار من عسل الجلوكوز، وكمان عليهم 300 جرام من السمنة، 300 جرام من السكر العادي، وكمان 300 جرام من الحليب. ممكن تقسمي كمية الحليب نصها مية ونصها حليب على حسب ما انت حابة. بحاول ان انا اقلب في الاول المكونات بتاعتي لحد ما ابدا ان انا ادوب السكر شوية، وبعدين هبدا ان انا اخد الخليط اللي احنا شايفينه وهبدأ ان انا ارفعه على النار بمجرد بس ما يوصل لمرحلة الدفيان، مش عايزاه يبقى سخن. باخد الخليط السائل وهبدأ انزل عليه بيه على الخليط اللي هو المكونات الجافة، وهبدأ ان انا اقلب كده المكونات. مش هعجن يعني، ما بتبلغيش في الوقت ده، ما بنبلغش في العجن بتاع البسبوسة، بنقلب بس لمجرد ان المكونات تبدأ ان هي تختلط كده تماما مع بعض، والسيمولينا يبدأ ان هو يتشرب من الخليط اللي احنا عاملينه. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسينيش باللايك، واعملي لي اشتراك ومتابعة للصفحة، ولو ليكي اي سؤال سيبهولي وانا هرد عليكي. طبعا باخد الخليط بتاعي كده وابدا ان انا اصبه في الصاج اللي انا كنت دهناه مادة دهنية، وهبدا ان انا اسويه بالسباتيولا زي ما احنا شايفين كده علشان يبقى كله في ارتفاع واحد. وفي الوقت ده لازم نبقى طبعا مشغلين الفرن بتاعتنا علشان تسخن. وانا عايزه ادخل البسبوسه على درجه حراره في الاول 200. بسيبها كده 10 دقايق، وبعد كده هو ببدأ ان انا اهدي عليها النار واسيبها تستوي. بتاخد في الفرن تقريبا حوالي 30 او 35 دقيقة. بمجرد ما تحسي ان الجوانب بتاعتها بدأت ان هي تحمر، تبدأي ان انت تشغلي عليها الشواية. بخبط البسبوسة كده خبطتين على الرخامة علشان اتأكد ان هي ما فيهاش اي فراغات هواء. ودخلت البسبوسة الفرن. دلوقتي هبدأ ان انا احضر الشربات. شربات البسبوسة عندي 3 كوبايات من السكر. انا هنا عاملة الكمية لان كان اصلا عندي شربات وعليهم بالظبط 3 كوبايات برضو من المية. بقلب السكر كده بالراحة جدا في الاول قبل ما ارفع الخليط بتاعي على النار، لحد ما اتأكد ان تقريبا حوالي 75% من نسبة السكر بدأت ان هي تدوب. وتقلبي بالراحة علشان السكر ما يروحش على جوانب الحلة والشربات بتاعك يسكر. برفعه على النار. بعد الغليان ببدأ ان انا اضيف عليه عصرة ليمون او رشة صغيرة من ملح الليمون. ولو عندك عسل جلوكوز حطي معلقة. بمجرد ما بيغلي بتسيبيه بالظبط دقيقتين، وبعدين بتبدأي تطفي عليه. ده شكل البسبوسة بعد ما خرجت من الفرن. طبعا عندي البسبوسة سخنة جدا وعندي الشربات سخن جدا. ببدأ ان انا اسقي البسبوسة بتاعتي. وشايفين من علامات نجاح البسبوسة اللي عندك ان اول ما بتنزلي عليها من بالشربات، ما شاء الله عليها، شايفين ان هي بتتشرب الشربات بكل سهولة. بتسقيها بالشربات بالشكل اللي احنا شايفينه كده. ودلوقتي هسيبها لحد ما تبرد تماما، ما بتجيش ناحيتها. بتغطيها بستريتش رول او بتغطيها باي صينيه موجوده عندك، وتسيبيها لحد ما تبرد تماما. دلوقتي طبعا كانت البسبوسه عندي خلاص بردت، كان فيها سن الدفيان بس يعتبر خلاص كانت بردت. بتقطعيها بالشكل اللي يناسبك وبالشكل اللي احنا شايفينه. قد ايه البسبوسه معانا طريه وشاربه الشربات بتاعها مظبوط، واخده كمان السوا بتاعها مظبوط. البسبوسه
البسبوسة من الحلويات طبعا اللي كلنا بنعشقها، بس في ناس كتير جدا بتفشل منها وما بتعرفش اسباب الفشل بتاعها. شايفين قد ايه لسه هي دافية يعتبر، بس شايفين قد ايه جميلة الخرطة بخرطتها، وجميلة جدا ومرملة وطعمها ولا احلى من كده ولا اروع.